لو كزبره اشترى طول الصيف باي كريدت كارد من بنك القاهره يلا معي، يلا يا رجاله كله يركب. ممكن يكسب العربيه دي. ايوه الالمانيا. طب لو الاستاذ البشلاوي اشترى اكتر من كزبره؟ انزل يا ابني انزل. محمود تعالي هات الاولاد تعالي. هو اللي هيكسب العربيه. ايه ده؟ اكلته يا نهار ابيض، بهدلته العربيه. حضرتك ما تعرفش حاجه عن حقوق الحيوان؟ كزبره ما يكسبهاش، يلا يا بس رجالة. يكسب الجولف كار. طب لو الدكتوره فيولا اشترت اكتر؟ بعد اذنك استاذنك تنزل من الجايزه بتاعتي. تكسب هي الجولف كار. يلا معي. يلا 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 يا رجاله. خد القرد ده معاك. ما يكسبهاش كزبره، اوبا. بس يكسب الجلايد الجميل ده. يلا معي. شكرا يا رجاله. روح. انما بقى لو علا عملت معاملات اكتر ايوه لا انزل. انزل يا معي. تكسب هي الجلايد. كده طبعا انت بتقول ان اكيد كزبره خسر. لا لسه، يكسب الموبايل اللي جنبه ده عادي. طب لو الحاجه هاجر اشترت اكتر من كزبره؟ مفيش سكرين بروتكتور. الحاجه هاجر تاخد الموبايل، كزبره يخسر؟ اوبا. لا يكسب بلاي ستيشن على ما طول. بلعبش مالطا يا رجاله. حلو. طب لو كزبره عمل الريمونتادا واشترى اكتر من الحاجه وعلا والدكتوره والاستاذ البشلاوي، مدام معايا والاولاد. انزل. يبقى يرجع تاني يكسب العربيه. تعالوا لي بابا 4. يلا معايا مشكله كبيره. بص، معاك اي كريدت كارد بنك القاهره اشتري ال 10 اكتوبر، ولسه كمان في سمارت ووتشز وسكوترز وبوينتس، فما عندكش فرصه تخسر.